هلا معي 20 $30 بجيبتي، يصح لي مزه؟ يلا طلعي بصرفهم وبضل معي فاضي خلص. شيء على سنة. شيعة سنة. ايه اقول له قديش؟ قال له قد ايه بدها تكلفنا؟ قد ايه بدها تكلف؟ الحب شوية عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك. أهلا بيكم في لبنان، ودلوقتي أنا في بيروت. هنشوف في الفيديو ده 3 أماكن. هنروح بيروت داون تاون، بعد كده هنطلع نشوف الأحياء السكنية، وتالت حاجة هنطلع فوق الجبل في الضيعة. مش قادر أكون مستعد أكتر من كده بصراحة. هاخد اخر رحلات ويز اير واخر ما تبقى من الزمن الجميل. الحظ الجميل الميكروفون بتاعي ضاع مني في التشيك ان بتاع المطار، معرفش وقع من البتاع دي ازاي. يا اما اكمل بقى معاكم الرحله كده، يا اما الاقي ميكروفون بسعر كويس جوه المطار. هنشوف. وش مي لك. ميكروفون في اول محل، محتاج اطلع بعد ربع ساعة اكون على الجيت اوريدي. ففي الكترونكس شوب تاني. يا رب. هولي لاند ريست ان بيس. الماجنت بتاعهم زي الخرا. واحد وقع مني في اندونيسيا، بس دي كانت غلطتي بصراحة، يعني وقعته في الشلال فمش غلطتهم خالص. بس تاني واحد النهاردة انا ماشي عادي كده، الشنطة الاحتكاك بتاع الشنطة مع المايك وقعه، فللأسف ضاع. فاضطريت اجيب ال دي جي اي. وصلنا بالسلامة بولت. طبعا كل الشباب بقى بتقول لي ايه اللي هو مصر لبنان لبنان مصر، الموضوع هو فاهم. وانا اقول لهم لا يا جماعه، ازاي لبنان متقدمه، لبنان جامده، لبنان غير. هي كده كده جامده يعني. المهم اول ما دخلت المطار راح واحد طالع يجري ورايا بيقول لي انت بتصور ايه؟ مفيش حاجه، بصور مدخل البلد، انا لسه داخل البلد حالا، بصور ان انا دخلت بوثق اللحظه. قال لي فرجني على الفيديو وراح قايل لي امسحه. قلت عادي، امن قومي والدنيا قلق وبتاع، فعادي يعني مفيش حاجه. 10 دقايق بالظبط لقيت النور قطع. النور قطع في المطار والناس بتسقف. قلت كده انا وصلت، كده انا جيت خلاص. بدي احكي، بدي ادخلك شوي. بينكشك بينكشك. احكي يا معلم. انا بحاول احطك على سبيكر عشان تعرف اللي بيتقال. لا عادي. بينكشك بينكشك. تقدر تاكلي كشري؟ بقالي 5 سنين عايز اجي لبنان، كل شويه يحصل حاجه. بس اخيرا الاوضاع دلوقتي كويسه، وحاسس ان هو ده الوقت الصح ان انا اجي فيه بيروت. نتعرف مع بعض على المدينه، نعمل لكم شويه فيديوهات، نفهم القوام بتاع البلد كلها عامل ازاي، نفهم اكتر عن المدينه، عن اللبنانيين. والعيشه هنا شكلها عامل ازاي. انا مش ساكن في بيروت. انا ساكن في حته حوالي 40 دقيقه بعيد عن بيروت، اسمها ادونيس. دي في شمال. تعتبر مدينة تانية، أو زي ما بيسموها ضيعة تانية. وهنتعلم أكتر يعني إيه ضيعة مع بعض، هنفهم أكتر حياة الضيعة النهاردة بالليل لأنها رايح الضيعة. في ناس كتير ما تعرفش أنا بعمل إيه. أيوة، أنا بشتغل في الإي كوميرس. بعمل فون ابلكيشنز للريتيلرز، الجروسري ستورز وكده، to have their own e-commerce system. فالنهارده في فيزيت لone of the partners that we have. بنعمل ايه؟ بنكونسلت ازاي نظبط الاوبريشنز النهارده بتاعه الستور، عشان هم عندهم some operational problems شغالين عليها حاليا، بنحاول ان احنا نصلحها. بنحاول نغير الستور لاي اوت بتاع الاي كوميرس شويه. ف يلا اشوفكم بعد الشغل، ننزل بيروت داون تاون. طيب دلوقتي انا فوق الجبل، انا في الضيعه فوق خالص، وبشوف سيرفيس. اروح تحت عند يسوع الملك. يسوع الملك صح، على الساحل. سيرفيس يسوع الملك. شو وحده بوحده. بتردوا البعض علي. يلا شكرا. انت منيح؟ انت منيح. وانا ماشي كده في العشوائيه برضو كالعاده، لقيت نفسي عند بربر. ده بربر يا جماعه الاصلي بقى، سيطر على الشارع كله. ايس كريم بربر. بعد كده اعتقد بربر
بربر الاصلي. هو ده فرع بربر الاصلي صح؟ اول واحد. من سنة كام هنا؟ 1979. ده الاساسي، هو ده بس صغير، وبعد كده دول اتزادوا بقى. شكرا. ايوه، من سنة 79 وهم هنا. مطعم بربر الاصلي في منطقة الحمراء او الروشة. انا بين الروشة والحمراء، انا كنت ماشي من الروشة للحمراء، لقيت نفسي هنا. وفي واحد تاني كده في فرع 2 3 4 في الشارع، بس هو ده اول واحد اللي احنا شفناه. اول واحد ده هو ده الاصلي. ده سناكس مكتوب، سناك بربر. سناك بربر. لا. عايز اعرف اسعار بربر في لبنان. هو المفروض ان هو هنا اللي انا فاهمه يعني ان هو شعبي، مش مكان فانسي خالص. فنستكشف بقى دلوقتي. شكله مش في الشعبي خالص، زحمة فشخ مش طبيعي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا، من الواضح ان مفيش مكان. انا تخيلت برضه. لا، ممكن نبقى نيجي في وقت تاني او نروح بربر تاني. بس حابب برضو ألقي نظرة على يعني الناس بتعزم على بعض بالأكل جوه المحل. هو فين المنيو؟ هو هنا في تيك اواي اصلا ولا لا؟ في تيك اواي. في تيك اواي. اذا بدك في منيو اللي تحت مقفوله الشاشه صح؟ امال فين دي؟ طيب لقيته. المهم ان احنا نقول ان احنا في اغسطس 2025. محدش يجي يقول لي انت حاطط اسعار غلط. لا، اغسطس 2025. هو ده بربر. الحاجات دي قاعد بعدي عليها وانا ماشي كده، لو حاسس ان المدينه صغيره لدرجه ان انت طول ما انت ماشي بتشوف حاجات المفروض ان انت تشوفها. انا مش مظبط. انا النهارده ماشي، انا قلت النهارده اول يوم انزل اصلا في البلد، انا لسه واصل امبارح. فانا بتمشى، فانا ماشي لقيت مثلا 2 بارتنرز بتوعي. لقيت بربر في الشارع. بعدين لقيت الحته اللي كنت عايز اشوفها بتاعت المرفأ والبحر، الحته اللي انفجرت. هي كده داون تاون صح؟ وصلت داون تاون. شوف بقى ايه الكلام. لقيت اول حاجه في ظهري هنا هرماس. حاسس انها في دبي اصلا، مكان دبياوي جدا. اكيد اي حد جه داون تاون شاف المبنى اللي بيتبني ده وسأل هو ايه. المبنى ده كان مبنى السينما، اكبر سينما كانت موجوده في بيروت. واتحرق من 5 أو 6 سنين، وده الرينوفيشن بتاعه. بس معظم الناس اللي سألتها مش عارفين هو هيبقى ايه. في ناس قالت ان هو هيفضل سينما، في ناس قالت هيبقى حاجه تانية، بس هم مش عارفين يعني مول سينما او كده. قررت ان انا اجرب مكان جديد لسه بيعملوا سوفت اوبننج اصلا. انا الوحيد الموجود في المكان، بس المكان بجد شيك 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 موت يعني. بجد جميل فشخ. I like it. مفيش حد غيري في المكان واصحاب المكان. هجربه في السوفت اوبننج بتاعه واقول لكم ايه رايي في المكان. وصل. تسلم حبيبي. صحة وغنى. ده ايه بقى؟ معلش انا طلبته تاني. ده فروج مسحب. فروج مسحب اللي هو بيقولوا له بيبي تشيكن. اوكي. من دون عظمة. يلا شكرا جزيلا. صحة وغنى. البطاطس هنا غير حاجة تانية، بيجيبوا بطاطس من مكان مختلف. ده غسلت ايديا فيها متنمرين، فراخ مخلية مشوية.
ما لقيتش لحد دلوقتي اكل مش جامد. كل اكل جامد في الحوار ده. حلو قوي، شكرا. صح وانا هطلع من داون تاون، انتوا عارفين ده مش ستايلي خالص. طبعا المكان مودرن قوي ومطاعم وبتاع، فمش ستايلي خالص. هنروح على الضيعة. الضيعة في لبنان هي المكان البعيد شوية عن بيروت، أو المكان البعيد عن العاصمة. غالبا بيبقى فوق الجبل أو في السهول. محتاج مساعدة سريعة لو عندكم دقيقتين، عايز أفهم مبدأ الضيعة. قول لي بقى إيه مبدأ الضيعة؟ الضيعة يعني هي زي المنطقة، يعني أوكي. مثلا انت رايح على بيتك، والله رايح على البيت، رايح عند الجماعة، رايح على عند فلان، عند علان، هن هناك بقول له رايحين على الضيعة. أوكي. عرفت كيف؟ يعني الضيعة المكان اللي انت خلقت فيه، او وين دار جدك، او وين دار خلقت يعني جدك. اتولدت. اتولدت ايوه، خلقت فيه، اتولدت هناك. هاي هي الضيعة. أوكي. هاي هي مفهوم الضيعة بالنسبة لنا. بس هي دي المكان اللي الناس بتروحه موسمي، ولا ده ناس ساكنة يعني هناك على شوف، طول؟ هلا اذا انت جاي مثلا عند جدودك، عند خالاتك، عماتك، هاي كل شيء بدك تمرق عليهم على الضيعة، بدك تسلم أوكي. تقوم بالواجب. عرفت أوكي. كيف؟ يعني هاي الضيعة المنطقة. فاذا انت بتسال واحد بقول لك انت من وين، اوعك تقول له من الضيعة، لا. لانه حيقعد يضحك عليك. لا، ضيعة كذا. ايوه، من ضيعة المكان الفلاني. أوكي. عرفت كيف؟ طب أوكي. الضيعة من اي ضيعة منهم؟ ما لبنان كلها ضياع. ايوه. بس ها مفهوم الضيعة. يلا، انت منين؟ حبيبي انا من فلسطين. أنا سعيد. انا منين؟ انت من مصر. صح. مصر يا باشا. حبيبي، ثانك يو. فهمنا الضيعة. فمن الآخر الضيعة هي البلد، زي ما احنا بنقول رايح البلد، بس هي البلد ممكن تبقى فوق الجبل، ممكن تبقى على البحر، ممكن تبقى في حتت كتير مختلفة. واعتقد من اللي انا فهمته برضو ان الضيعة بتبقى المكان اللي عيلتك فيه او اللي انت اتولدت فيه، بس مش دايما بتكون عايش فيه. وممكن بقى تكون شاليهات كمان. فهي الضيعة كمان شاليهات، اللي هي انت مش بيتك هنا، بس تيجي مثلا 3 شهور الصيف تقعد هنا عند الضيعة بتاعتك، او في الضيعة اللي انت اتخلقت فيها او اتولدت فيها. احنا دلوقتي في الضيعة. الضيعة يعني قرية، بس القرى متقسمة أنواع مختلفة. فاحنا هنا في قرية فوق الجبل في الشمال. علي، احنا اسم القرية دي ايه او الضيعة دي ايه؟ لا ما حتصور حضرتك. انهي She's 6'7". لا تعالى بس اقول لك حاجة. تعالى اقول لك حاجة. اوكي تعالى. يا ابني ده مكان غلط، مش ده. احنا هنا في بروفنسيال، مش كده طويل. ايوه. ما انا عشان كده انا سايبك بقى تقول اللي انت عايزه. قول لي، هي دي ضيعة دلوقتي؟ Yes. الضيعة دي اسمها ايه اللي احنا فيها؟ اسمها القليعات. القليعات. اوكي. يس. بس فده مبدأ القرية، بس هي دي قرية فوق الجبل بقى. اكزاكتلي. ففي قرى مختلفة، في قرى فوق الجبل وفي قرى تحت الجبل. مودرنايزد سوبر مودرن. احنا ندخل بقى من جوه بروفنسيال ده نوصل له. فطبعا شكل القرية غير القرى اللي الواحد متعود عليها. دي بنضرب ألماظة في القرية. لا غريبة. ما اعتقدش في هنا سياح كتير بيطلعوا الحتة اللي احنا فيها دي، فده اللي انا بصراحة بحبه اكتر حاجة. روش. يلا وصلنا بالسلامة على بروفنسيال. That's it, thank you. مكان وصلنا. علي تعال اقعد عشان تحكي لي. يلا Pretty place. انا هقعد جنبك كده عشان تقعد تفهمني. اخيرا يومي خلص. من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 1:30. خلاص مش قادر هموت، بس هننزل نتمشى شوية with the Sapi gang. شباب كله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حد جه النهارده، فوالله برافو علينا. عرفنا نجمع الناس في المكان الجميل ده اللي هو في الضيعة أصلا، اللي هي الريف. الريف اللبناني. أنا لسه مش مقتنع بصراحة إن أنا في الريف. شجرة إيه؟ دي شجرة عنب. إيه ده؟ عنب مش شجر. إيه اللي أنا بقوله ده؟
بقول ان دي شجره عنب. عنب مش شجره اصلا. ايه اللي تحت بقى؟ هيدي هونيك بيروت. دي كده بيروت تحت. على الاخر وهيدي هونيك بتاني ميله من الجبل. هيدي المتن بيقولوا لك. هون نحن بكسر غضاء بالسرمان. هونيك المتن. غضاء. قضاء. يعني هي قضاء اللي هي ريجن عندك اوكي. واقف قمرين واحد بالسما والتاني اغلى من العين بيفهم بالوما على بابي واقف قمرين. طيب واللي يكمل الفيديو للاخر هيعرف ان احنا الاسبوع الجاي هنعمل فيديو عن الفرح في لبنان. ايه الفرق بين الافراح المصريه والافراح اللبنانيه، الفرق في الزفه، الفرق في كل حاجه. هنعرف اكتر مع بعض لان انا رايح فرح في لبنان الاسبوع الجاي.